وهي تستحق أن تسمع لأكبر عدد من الناس. قال: أنا لو كنت أطمح لمصالح شخصية كنت أستطيع أن أصلها بدون كل شيء، بعلاقاتي بمشيختي أستطيع أصلها، ولكن أنه الإنسان يكون مشروع تضحية، هذا أريد أتكلم به. سامحني، أريد مرة أخرى أسمعه. الله يعزك. أيوة. مسألة، احنا الكلام طويل، لكن نعم. مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، مسألة دخولنا إلى العمل السياسي وإلى المعترك السياسي، أولا ويشهد الله على ذلك، ليس من باب المصلحة الشخصية أبدا. إذا من ناحية الجاه نمتلك جاه، وإذا من ناحية المال فنحن أغنياء غنى لا يعلمه إلا الله. وليس من باب مصلحة خاصة. أنا مصلحتي الشخصية أو أمور الشخصية أقدر أحققها وأقدر أصلها في أي وقت. نعم. بدون الحاجة لا لانتخابات ولا لموضوع سياسي ولا لموضوع أي موضوع آخر. لكن عندما تكون تتصدر قيادة مجتمع أو قيادة قوم، يجب أن تعمل بما يرضي الله وبما يحقق مصالح هذا المجتمع وبما يحقق مصالح هذه المنطقة بصورة عامة. ودائما المقامات ومن ضمنهم أنا أولا، نحن مشاريع تضحية أمام مجتمعاتنا وأمام أهلنا وأمام ربعنا. والنعم. واللي يتصدر قيادة القوم يجب أن يكون مشروع تضحية، ولا تثنيه كل المعرقلات وكل هذه الأمور عن الوصول إلى الهدف الأساسي اللي هو راس باله، سواء لديرته أو منطقته أو لعامة المجتمع. نعم. كل الظروف اللي مرت فيها منطقة الحويجة بصورة عامة والظروف المأساوية، أنا شخصيا أنظر وأشعر بهذا الشيء أنه ما أخذنا استحقاقنا الحقيقي. الاستحقاق الحقيقي عندما تكون أنت مدافع عن مجتمع بأكمله. نعم. وعندما تريد تدافع عن مجتمع بأكمله يجب أن تتحمل كافة التبعات الأمنية كانت أو الاجتماعية. يجب أن تتوقع الهجمة تجيك من أقرب الناس إليك. أي والله. ودائما اللي يتصدر المشهد معرض لكل شيء. الحويجة بصورة عامة ما أخذت استحقاقاتها. ينظر في كل المجالات. نعم. في كل المجالات، مع جل احترامنا لأخواننا الآخرين. الحويجة ما أخذت استحقاق لا على المجال الخدمي ولا على المجال الأمني بصورة عامة، التعيينات أو الدرجات في كل المجالات الأخرى. مثل ما ذكرنا ومثل ما قلنا، الواقع يفرض علينا أن ندخل في هذا المشهد. ليس من باب المصلحة الشخصية. إذا كان يتصور البعض أنه أحمد المهيري دخل إلى المعترك السياسي أو إلى المعترك الانتخابي أنه من أجل المصلحة الشخصية أو من أجل المال، أبدا والله. احنا مكتفين ومستدين وما عايزنا بس الله سبحانه وتعالى يستر علينا. لكن أنا أقدر أصل وأحقق مصلحتي وغايتي الشخصية، لكن عامة الناس وعامة المجتمع من يداعي له؟ ما حد يقدر يصل. أنا أقدر أصل في أي وقت لأي مسؤول في الدولة العراقية، لكن عامة الناس ما يقدر يصلون. ما يقدر يصلون الرئيس الوزراء أو يصل إلى نائب أو إلى أحد الوزراء، ما يقدر يصل. هذه تقع مسؤوليتها علينا إحنا. يجب علينا إحنا أن نؤدي هذا الشيء. إحنا نكون صوتهم اللي نداعي به. الفقرة الأخرى والفقرة المهمة، ولا نزيد بها فخر على أحد أو نزاود بها على أحد. إحنا ناس أصحاب تاريخ وأصحاب مكانة، إحنا وأصحاب تضحيات، ليس من باب المزايدة على أحد. ونخاف على تاريخنا ونخاف على رباعنا ونخاف على مكاناتنا. إحنا سواء كنا في سدة الحكم أو كنا في الديوان، أحمد المهيري باقي مثل ما هو أحمد المهيري، ولا راح يتغير بالمشروع السياسي. نعم، عند القسم من المجتمع وقسم من عامة الناس يتكلم يقول لك المهيري أكبر من البرلمان أو أكبر من السياسة. نعم، أنا أقر في هذا الشيء، ليس من باب التعالي أو التكبر على أحد، مع احترامي لكل أخواننا السادة النواب. لكن أنت الآن في ضرب مثل ما أتكلم الدكتور، شكرا، لا يكفي
في المرحلة الحالية في الظرف الحالي لا يكفي أن تكون شيخ فقط من أجل أن تدافع عن ربعك وتحصل مكتسبات وحقوق ربعك. نعم. أبدا ما يكفي هذا الشيء. نعم. لازم بحكم الوجاهة العشائرية وحكم المكانة الاجتماعية عندما تكون في مصدر القرار وتكون قريب من مصدر القرار والحصول على القوة. شيخ نبي الله لوط عندما قال ليس لي بهم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إذن القوة مع الركن الشديد. صح. فهو إن كان عندك ركن شديد أيضا تحتاج إلى القوة. صح. يعني هذا الشيء. فمن عندما تكون من جانب المشيخة نعم وتكون من جانب السلطة جانب القوة تقدر أن تحصل حقوق أهلك وحقوق ربعك وتدافع عنهم وتمثلهم خير التمثيل. أحمد المهيري إذا صعد إلى مجلس النواب يبقى أحمد المهيري. نعم. ما راح يتغير فيه شيء. لا يقفل موبايله ولا راح يغير الرقم ماله. نعم. ولا راح يسد ديوانه. أحسن. أو يسد الربعة مالته. الربعة تبقى قائمة ويبقى أحمد المهيري فيها مواصلها وش يقدر يقدم خدمة لأهله أو الناسه ما يقصر فيها. احنا خدام. نعم. احنا خدام لعامة المجتمع ولعامة الناس بدون مقابل. الله سبحانه وتعالى من انطانا الجاه ما انطانا حتى نحتكروا على أنفسنا. وتلك زكاة الجاه فاعلم بأنها كمثل زكاة المال حق نصابها. فأنا بس حبيت أوضح هذا الفكرة وحبيت رائعة جدا. هذا الرسالة رائعة ولهذا أنا اختاريت بأن تصور. وأكرر مرة أخرى. نعم. نحن مشاريع تضحية أمام أبناء الحويجة وأمام أبناء كركوك بصورة عامة. ولا يتصور البعض دخولنا من الباب المصلحة الشخصية أبدا. أما ما يعول عليه لماذا دخل مع الجهة الفلانية أو ما دخل مع الجهة الفلانية هذه هكذا هي السياسة. نعم. أنا بس أحب أوصل رسالة لربعنا والجماهيرنا والأهلنا. أحمد المهيري باقي مثل ما هو أحمد المهيري. لن يتأثر بسياسة أحد أحمد المهيري ولن يتأثر بشيء نهائيا ولن يتغير نهج أحمد المهيري اللي كان اليوم واللي راح يكون إن شاء الله باكر بكرة خلونا نقول إن شاء الله. فكل الحويجة تستحق أن نسولف باسم الحويجة بصورة عامة وندافع عن الحويجة بصورة عامة. وكل الخيرين أيضا يعني بإمكانهم أن يتكلمون باسم الحويجة وأن يمثلوها خير التمثيل. ليس حكرا على أحد أو على زيد من الناس. أنا الذي أتصدر المشهد لازم أنا استفرد في كل الامور. احنا ايد وحده ابد ما صفج. احمد المهيري وحده كل شيء ما يقدر يسويه. لا جبوري وحده يقدر يسوي شيء ولا العبيدي وحده يسوي شيء ولا الحمداني مع احترام لكل العشائر. لكن عندما يتكاتفون جبوري والعبيدي والحمداني والسيد وكل العشائر الاخرى عندما كنا نتكاتف ونكون حزمه نقدر نصنع مستقبل قوي الأجيالنا والأطفالنا اللي راح يخلفوننا ويجون من بعدنا. تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرت وإذا تفرقنا تكسرنا أحادا. إيد وحدة ما تصفج. ودخولنا إلى العملية السياسية والله واللي جمعنا بغير ميعاد من أجل مصلحة المنطقة. وشفنا الواقع يتطلب منا أن ندخل بالمعترك السياسي. لأن أنا في شعاري ودائما أرددها أقول نحن أمام مرحلة إثبات وجود. إما نكون أو لا نكون. هذا صراع وإحنا معرضين للخطر في أي لحظة. الأخطار محدقة بنا من كل الصفحات. يجب أن نكون منتبهين لهذا الشيء ومتكاتفين ونبتعد عن سياسة التسقيط الإعلامي. سياسة تسقيط الآخر. نعم ندخل في المعترك السياسي لكن ندعو أن تكون المنافسة شريفة. لا على حساب التسقيط أو على حساب فلان أو زيد أو عبيد أو الآخر والآخر. احنا المعترك السياسي كل إنسان حر أن يدخل في هذا المعترك. لكن يجب أن يكون التنافس شريف من أجل المصلحة العامة ليس من أجل المصلحة الشخصية. نعم. المصلحة الشخصية ما تبنى مجتمع أبدا. ولكن المصلحة العامة هي اللي تبنى المجتمع. عامة المجتمع أنتم اللي جالسين في هذا المجلس لكم من الظاهر. نعم. أتكلم لكم من الظاهر. أنتم تشوفون من الظاهر وتسمعون الكلام مالي. لكن لا يعلم السرائر إلا الله. نعم. ولكن شيخ إن كان الإنسان ظاهره الاستقامة والخير والعدل والإيثار والحب فمن واجب المسلم أن يحسن به الظن. فحتى يعني حتى المقطع يكون يعني لا يأخذ. طبعا كلامك أحب أسمعه لأنه حقيقة كلام استرسال رائع
وأتمنى من كل من يعني يدخل هذا الساحة أن يكون واضح هذا الوضوح. نريد كلام نابع من القلب حتى يلامس شغاف القلب ونجد له صدى. الكلام اللي قلته أنا حسيت بهذا الكلام، هذا الكلام حسيت به من تقول موبايلي حاضر وأرد على الكل، وأنا ترى ما أبتغي مصلحة شخصية أقدر كل هنا أسويه هنا وحدي. محتاجين هذا الوضوح إخواني، كافي مجاملات، نحتاج الشخصية حقيقية ظاهرة. أنا مو جاي هنا أسوي دعاية، هذا جاي أقول ككلام إنسان مؤمن به، كدكتور علاء مؤمن بهذا الكلام اللي أنت قلته، ولهذا اختاريت واستأذنتك بأنه يصور حتى أنا عندي أحب جمهوري يسمع هذا الطرح، والمقابل أيضا يسمع هذا الطرح. ما عاد نقبل بالضبابية، الغموض ما عاد نقبل به إخواني. نريد إنسان يقول لك 1 2 3 شهد علي شهود، هذه ضماناتي. إلى تجمع بذرة الخير الذي أنشئ لخدمة الناس الفقراء، الذي أنشئ لشحذ الهمم من شيوخ العشائر وأصحاب القرار. أسأل الله أن يوفق كل إنسان مخلص حاذق ذكي محب لهذا البلد، محب لإخوانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.